السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديالي وصفات حياه شانل. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم وجبه عشاء او غداء. لي بات بالخضر وصدر الدجاج. الوصفه جد سهله وايضا صحيه ومغذيه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وندوزو على بركه الله. المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اول حاجه كنجيب واحد المقلاة كيما هذه، كنضيف ليها واحد بصله صغيره اللي شلطها، يعني تقطعوها ظروفها صغار. عندي ايضا ملعقه صغيره من الزبده، 2 معالق كبار من زيت الزيتون، وايضا واحد الورقه نتاع او ورق سيدنا موسى او ورق الغار كما كنسميوه باللغه العربيه. هذا الشيء كامل كنخلوه يتشحر مزيان، تقريبا واحد 2 أو 3 دقائق. ديك البصله من بعد ما كتهبط كنضيف ليها واحد الكميه تاع الفلفل الاحمر او فلفل اخضر. هنايا درت واحد 2 الوان. نتوما عندكم الاختيار ديروا الاخضر بحدو، ممكن الا ما توفرتوش على الاحمر او الاصفر. هنا هذا الشيء كامل كيتشحر مزيان. عاوتاني كنخلطوه مزيان مره مره. كنضيف ايضا واحد الجزره محكوكه او زروديه. كنضيف ايضا واحد الكميه تاع صدر الدجاج اللي قطعته طروفه صغار، يعني عندكم الاختيار ايضا كتعوضوه باللحم مفروم او كفته. وايضا اللي بغى كيضيف الشامبينيون او الفطر المعلب او الفطر اللي كيكون طري كيكون افضل. كنخلطو مزيان مره مره. بالنسبه لهذا الصدر الدجاج ضروري كيتجانس لينا مزيان مع هاد الكميه تاع الخضار. كما كتشوفوا هنايا ضفت واحد الكميه تاع الجلبان. بالنسبه للخضر يعني عندكم الاختيار كتضيفوا اي نوع من الخضر، يعني كيجي بنين. بالنسبه للخضر كتعطي واحد البنه لهذا الكراتان ديالنا بلي بات. كنضيف ايضا واحد الكميه تاع التوابل، تحميره او فلفل احمر، شويه سكينجبير، شويه حار او الحرور. اللي ما كيبغيش الحرور كيستغنى عليه. عندي شويه قرفه، شويه خرقوم، والملحه كتبقى على حسب الذوق. وهاد المكونات كنغطي عليهم وكنخليهم يطلق داك الماء ديالو مزيان باش داك الدجاج ديالنا كيطيب مزيان. وحتى الا ما طلقش الماء يعني كنضيفوا واحد نصف كأس من الماء اللي كيكون عادي. من بعد ما كيطيب ليا هاد الدجاج مزيان وهاد الخضار، غادي نخليه يتجمر مزيان. كنخليه جانبا وندوزو باش نصاوبو الوصفه نتاع البيشاميل. بالنسبه للبيشاميل هنايا غادي نحتاج واحد الكاسرو كيما هادي. كنضيف ليها تقريبا واحد كاس ونص من الحليب اللي كيكون عادي. كنضيف ايضا 2 معالق كبار من الدقيق. هنايا بالنسبه للدقيق درت ماشي الدقيق الابيض وانما ديك الفرينه اللي كتكون بلديه، كتبقى صحيه اكثر. كنضيف ايضا واحد شويه تاع حبه كحله او فلفل اسود. وايضا كنضيف واحد القطعه تاع الجبن المثلث، تقدروا ايضا تعوضوا بجبن مربع.
كنحرك مزيان هاد المكونات وكنضيفو كنخلي على نار اللي كتكون مهيله، وكنخلط مزيان حتى يعقد ليا الخليط. بالنسبه للوجبه هنايا غادي نديروها في واحد المول كيما هذا. كنجيب اول حاجه غادي ندهنو بشويه نتاع الزيت نباتيه، كنضيف واحد القليل او كميه من البيشاميل اللي صاوبت معكم، كنسرحها او كنبسطها، وكنضيف واحد الكميه نتاع الخضر او صدر الدجاج اللي طيبناه مع الخضر كطبقه اولى، وكنضيف عليها واحد الطبقه ثانيه من المعكرونه او لي بات اللي سلقتهم في الماء وشويه نتاع الملح، كتصفيوهم وكتخليهم كما كتشوفوا هنا درتها كطبقه ثانيه. والطبقه الثالثه كنضيف القليل من بعد كطبقه اخرى كنضيف ديك الكميه تاع الخضر والدجاج اللي بقات ليا في المقلاة، كنضيفها كامله من الفوق، وكنضيف عليها الكميه تاع البيشاميل. بالنسبه هنايا البيشاميل من فوق البيشاميل يعني تقدروا تضيفوا ايضا فرماج او اي نوع من الجبن اللي كيكون محكوك. بالنسبه لي ما توفرش عندي، يعني خليته كما هو، درت فقط البيشاميل وكتدخلوه الفران كيطيب تقريبا واحد 10 او 13 دقيقه. وشويه نتلاقاو معكم باش تشوفوا الشكل النهائي نتاع الكراتان ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي نتاع الكراتان ديالنا من بعد ما طاب. كنخرجوه من الفران كنخليوه يبرد واحد شويه. كما كتشوفوا هنا كنقلع لكم واحد القطعه. بالنسبه للكراتان كيجي بنين بزاف، وايضا كيجي مفروز. بالنسبه لي بات عندنا ايضا في الوسط كيكونوا الخضر ودوك القطع نتاع الدجاج اللي كيكونوا طايبين. فعلا كيجي بنين بزاف. فقط تابعوا يعني تبعوا المراحل كما قدمت معكم او شاركت معكم هذه الوجبه او الوصفه. نتمنى هاد الوصفه تجربوها، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبتكم ما تنساوش دعموني بلايك، وايضا مشاركه الوجبه او الوصفه مع الاهل والاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. كنشكركم بزاف على المشاهده والدعم ديالكم. كنقول لكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات حياه شانيل.